وعمره ما كان اتشيفمنت او حاجه انت بتعمليها في حياتك تفخري بيها فيما بعد. الطلاق بيبقى نهايه لو كانت كل الطرق انتهت، ولو كان الشخص اللي معاكي فعلا يستحيل العشره، او في عيوب من عيوب الاخلاق او الدين او ما الى اخره. لكن قبلها في الف باب وباب للتفاهم وللصبر وللعقل. واوعي تتخيلي ان اتجاهك للانترنت وقعدتك عليه 24 ساعه واتجاهك لاصحابك تديهم ودانك وتقعدي تسمعي، او انك تتجهي انك عايزه تعملي زي صحباتك الفاسدات لا قدر الله لو في حياتك، وعايزه تعملي خيانه بشكل او باخر، خيانه الكترونيه او كده عشان تحسي بنفسك وتحسي باهتمامك لو زوجك مشغول عنك طول الوقت عشان بيجيب لقمه العيش. ده مش عقل، وهتعرفي الكلام ده كويس قوي قدام لما تشوفي البيت بيتخرب على الموجودين فيه وعلى اولادك قبل اي شيء. في زمن بيقول عيش لنفسك، الاسلام بيقول لك استحمل وتحمل مسؤوليتك. في زمن بيقول لك ارتاح، الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لك كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعمر. يعني اياك تظن او تظني انك بريء او بريئه لو سبب دمعة ولادك او دمعة ابنك او وحده شريكك وظلمه او ضياع بيتك وهدمه، ان انت كده ده مش مسؤوليتك، ان انت بتوهم نفسك او بتنيم ضميرك انه انا مش السبب، ده بالعكس ده هو وهو وهو، وبتبتدي تعلق جميع اخطائك وذنوبك على شماعه شريكك بشكل او باخر. حافظ على بيتك قبل ما تبكي على اطلاله على فكره، واحترم شريكك قوي قبل ما يختفي احترامه ليك وتقل جدا في نظره بافعالك وامورك ووقت ما بينفعش فيه الندم. ربي ولادك على الحب على فكره، وعلى الامانه وعلى الشرف وعلى الدين، مش على الخوف ومش على الخيانات اللي بيفضل شايفها بعينيه وعمره ما بينساها، لان الاطفال اذكى مما نتخيل بكتير. خليكي راجل مسؤول، وخليكي زوجه حكيمه وشريفه وعفيفه، وحافظي على بيتك وعلى دينك، لان كل بيت بيقع بيطلع جواه جيل مكسر، جيل اخلاقه فاسده، جيل مش عارف يعني ايه بيت واب وام واسره، واللي بيضيع جيل بيضيع امه، ودي مش حاجه سهله امام الله سبحانه وتعالى. شايف ان الكلام ده لازم يوصل، ولازم يعني الناس تعرفه، سواء زوج او زوجه، راجل او ست. شارك الحلقه يمكن تكون سبب في ان بيت بيتصلح قبل ما يتهد، وخليك فاكر ان اللي ما صانش النعمه خسرها، واللي اضاع الامانه هيتحاسب عليها امام الله. دمتم بخير، والله يهدينا ويهديكم دايما للصالح، واشوفكم دايما على خير، وصباحكم زي الفل. سلام عليكم.